السلام عليكم طلاب. راح أشرح لكم طريقة حساب الدخل الخاضع للضريبة على حسب طريقة الدكتور عمار. أول شيء قبل ما أشرح لكم القانون اللي هو هذا، خليني أعطيكم مصطلحات القانون وكل مصطلح شنو يعني. الدخل الإجمالي يعني هو بالكامل يساوي لي رأس المال والعائد أو الربح. يعني إذا جاك مصطلح دخل إجمالي، هذا أعرف إنه هو يمثل لي رأس المال والأرباح اللي تحققت عن رأس المال. السماحات السماحات هي أشوف المكلف إذا كان متزوج أو أعزب أو عنده أطفال. طبعا إذا متزوج أنطي سماحات 8.5 مليون، إذا أعزب أنطي 4.5 مليون، إذا عنده أطفال على كل طفل أنطي 200 ألف. أوكي، هاي 200 ألف مو 800 يعني، خاف عبالكم. التكاليف تمثل لي رأس المال اللي أنفقه المكلف على المشروع مالته أو على أي شيء هو يعني اشتغل به، أو أي شيء آخر يذكر لي بالسؤال على أنه يمثل لي تكاليف. تمام. هسه أجي للقانون مالتي اللي هو الدخل الإجمالي ناقصا السماحات زائدا التكاليف. تمام. يساوي لي الدخل الصافي الخاضع للضريبة. هذا الدخل الصافي الخاضع للضريبة أجي أطبق عليه سعر ضريبي على حسب الشرائح. فالقانون مالتي الدخل الإجمالي ناقصا السماحات زائد التكاليف يساوي لي الدخل الصافي الخاضع للضريبة تقسيم السعر الضريبي للشريحة. بالنهاية راح يطلع لي الضريبة واجبة السداد. خلينا ناخذ سؤال وراح تتوضح عندكم المسألة. استخرج الضريبة واجبة الدفع للمكلف الأعزب إذا الذي استعمل رأس مال يقدر بمبلغ 10 مليون دينار عراقي من مجموع مدخولاته، علما أن الأرباح التي تحققت من استعمال رأس ماله هي 20 مليون دينار. فما هي الضريبة واجبة الدفع؟ قلت لكم الدخل الإجمالي قبل ما أجي هنا أحل هو يمثل لي رأس المال والربح مالته. فهو ايش قد رأس ماله؟ 10 مليون. ايش قد إيجار ربح؟ شوفوا، اشتغل المشروع، حط 10 مليون من عنده، اجت الارباح 20 مليون. فيعني هو 10 مليون يعني اصلا مالته، وجت 10 فوقها، فيعني الربح مالته 10 ويا ال10 مال راس المال مالته راح تساوي لي 20 مليون. اذا اجي اطبق القانون مالتي ايش عندي؟ الدخل الاجمالي، قلنا الدخل الاجمالي راس المال والعائد. فاحنا هنا ايش قد طلع عندنا راس المال والعائد مالته الربح مالته 20 مليون. انزل 20 مليون، بدي اطبق على القانون هنا هسه. 20 مليون تمثل الدخل الإجمالي ناقصا السماحات. خليها بين قوسين. السماحات قلنا لكم نشوف إذا هو كان متزوج، كان أعزب، كان عنده أطفال. فهنا هو بالسؤال كاتب لي أعزب. أوكي، فيعني ايش قد عنده سماحات؟ 4.5 مليون. أنزل 4.5 مليون هنا، زائدا الكلف. هو ايش قد أنفق رأس المال مالته 10 مليون لهنا. تمام. أوكي، أقول 4.5 مليون زائدا 10 راح يطلع لي 14.5 مليون. أنا هنا عندي 20 مليون، إذا أقول 20 مليون ناقصا 14.5 مليون راح يطلع لي ناقصا العفو 20 مليون ناقصا 14.5 مليون راح يطلع لي 5 مليون و500 ألف. هذا يمثل لي الدخل الصافي الخاضع للضريبة اللي هنا. تمام، طلعنا الدخل اللي يخضع للضريبة. أجي أطبق عليه الجدول مال السعر الضريبي للشرائح. هذا الجدول راح يطلع لي المبلغ الأخير اللي راح يدفعه من 5 مليون و500 ألف. فالجدول مالتي أول شريحة 3%. 3% أفرضها من دينار واحد إلى 500 ألف. الشريحة الثانية 5% من 500 ألف إلى مليون. الشريحة الثالثة 10% من مليون إلى مليونين. والشريحة الأخيرة هي 15% ما زاد عن المليونين دينار. أوكي. أنا إيش قد طلع عندي الدخل الخاضع للضريبة؟ 5 مليون و500 ألف. أول شريحة الحد الأعلى مالتها من دينار إلى 500 ألف. الحد الأعلى هو 500 ألف. أجي أقول 5 مليون ناقصا 500 ألف
بس خل أوضح التصوير. أوكي أي أقول 5 مليون ناقصا 500 ألف راح يطلع لي 5 مليون. بعد ما طلعت إنه هاي 5 مليون يعني الشريحة الأولى هي بس 500 ألف اللي تخضع للضريبة، فأقول 500 ألف في 3%، حتى أعلمكم شلون تحسبونها ولو يعني هي سهلة. أقول 500 ألف في 3%. اللي تخضع للضريبة من 500 ألف هي 15 ألف بس. هاي الشريحة الأولى انتهت من عندها. الشريحة الثانية بس أنا بعد ما طلعت 500 بقت عندي 5 مليون. أقول 5 مليون أروح على الشريحة الثانية اللي هو الحد الأعلى مالتها شقد؟ مالتها الحد الأعلى مالتها هو مليون. أقول 5 مليون ناقصا مليون راح يطلع لي 4 مليون. أجي أحسب إيش قد تخضع للضريبة من المليون، لأن عندي الشريحة الثانية الحد الأعلى مالتها مليون. أقول مليون في 5% راح يطلع عندي 50 ألف. هاي الشريحة الثانية المبلغ اللي تدفعه من الشريحة الثانية. الشريحة الثالثة ايش قد بقالي اني؟ بقالي 4 مليون. اقول 4 مليون ايش قد الحد الاعلى مال الشريحة الثالثة؟ هو مليونين. اقول 4 مليون ناقص مليونين راح يطلع عندي مليونين. اجي اطبق الضريبة. اقول مليونين ايش قد هي عندي هنا 10. اقول مليونين في 10% راح يطلع عندي 200 ألف. الشريحة الرابعة ما زاد عن المليونين. انا ايش قد بقى عندي هنا؟ بقى عندي هنا مليونين. اجي هم اطبق عليها السعر الضريبي الاخير. اقول مليونين في 15% راح تطلع عندي 300 ألف. هسه اريد اعرف هذا المكلف شقد يدفع ضريبة. اول شيء طلعها هنا. اول شيء عنده هنا 15 ألف، اوكي، عنده 50 ألف وعنده 200 ألف و 300 ألف. اقول 15 زائد 50 ألف زائد 200 ألف زائد 300 ألف، فالضريبة اللي راح يدفعها هي 565 ألف. هاي بالنسبة للشرائح. أما لو جاب لي الطبقات، فالطبقات مباشرة يعني لو مثلا قال لك بهذا السؤال اللي انطيتك اياه احسب على طريقة الطبقات مباشرة 10 مليون اللي هي طلعتها رأس مال، بقت لي 10 مليون مباشرة أجي أطبق عليها 15%. أقول مثلا، فلو مثلا كانت على طريقة الطبقات أقول 10 مليون في 15% راح يطلع يدفع لي 1,500,000 ألف لو قايل لك بحساب الطبقات. أما بحساب الشرائح فأطبق عليه هاي الخطوات، وهاي تطبق أيضا على شركات التضامن. يعني لو جتك بالسؤال شركة تضامن أو شركة أشخاص. أما الشركات المساهمة والمحدودة وكذلك إذا كان أجنبي غير مقيم بالعراق أطبق عليه طريقة الطبقات اللي هي مباشرة 15% وما أنطيهم أي سماحات في حالة إذا كان أجنبي غير مقيم بالعراق أو كانت شركة مساهمة أو محدودة، ما أنطيهم أي سماحات عدا سماح مال رأس المال. وبس إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو.